كل اللي كلها عندي كان هيتجنن ويعرف الطريقة بتاعتها، وانا بقى مش هسيبكم غير لما تجربوها لانها فعلا خطيرة. وكل الحكاية شوية جزر وشوية بسكوت وشوية اضافات بسيطة خالص. في الاول كده جهزي كيلو الا ربع من الجزر، طبعا اغسليه كويس جدا وقشريه وبشوريه. الجزر اللي انا قشرته ده عمل معايا بالظبط 4 كوبايات مليانين على الاخر مضغوطين. لو الكوبايه مهويه شويه هيعمل معاكي بالظبط 5 كوبايات. هنحط بقى على ال4 كوبايات من الجزر دول كوبايه الا ربع من السكر لان الجزر بتاعي ما كانش مسكر قوي. وهنديلهم تقليبه وناخدهم ونرفعهم على النار ونزود عليهم بالظبط نص كوبايه ميه. وغطي بقى وهدي النار وسيبي الجزر لحد لما يستوي خالص. في الوقت ده بقى هنحضر 350 جرام من البسكوت الساده، اي نوع بسكوت عندك، وكسري البسكوت لقطع كبيره زي ما انت شايفه كده. هنروح بقى نبص على الجزر بتاعنا بالظبط بعد 10 دقايق، هتلاقوا ان الجزر خلاص دخل في التسوية. هنكون مجهزين عندنا معلقة من القرفة ومعلقة من الكاكاو. هنحط القرفة والكاكاو على الجزر ونديلهم تقليبة حلوة كده وهنشم بقى الريحة الخطيرة. ونرجع بقى نغطي الطاسة بتاعتنا وبرده سيبوا النار هادية، وسيبوه كمان على النار بالظبط 10 دقايق ربع ساعة، أهم حاجة النار تكون هادية خالص. بعد ربع ساعة هتلاقوا ان الجزر بقى مستوي تماما وعامل زي المربى كده، بس بقى الطعم بتاعه خطير، طعم القرفة مع الكاكاو، ما بقاش طعم جزر نهائي. زي ما انتم شايفين بقى كده شلت من الجزر بتاعي معلقتين كبار او 3 على جنب شويه، وباقي كميه الجزر اللي في الطاسه خدتها وحطيتها على البسكوت وهي لسه سخنه جدا، وحطيت عليهم كمان معلقتين كبار من القشطه او وش لبن وربع كوبايه من اللبن. ونقلب الكلام ده كله مع بعض، ولازم نضيف الجزر على البسكوت وهو لسه سخن، لان السخونه بتاعه الجزر هي اللي هتطري معانا البسكوت شويه. هنقلبهم بقى مع بعض تقليبه كويسه كده. هنجيب بقى اي صينيه موجوده عندنا، صينيه بايركس، صينيه تيفال، صينيه بتتفتح، اي صينيه موجوده عندك. هننزل بالطبقه الاولى وهنظبط الشكل بتاعها كده في الصينيه، وهناخد الصينيه بتاعتنا دي وعلى التلاجة على طول. هنحضر بقى الطبقه التانية، 3 معالق كبار من النشا وزيهم 3 معالق كبار من الدقيق، وعليهم معلقتين كبار من جوز الهند واربع معالق من السكر ولتر من اللبن. وهنقلبهم كويس على البارد، وهناخدهم بقى ونرفعهم على النار، وطبعا تقليب مستمر لحد بقى لما تلاقوا ان القوام تقل ولفت معاكم بالشكل ده. زودوا عليها معلقه زبده او معلقه قشطه، ونص معلقه من القرفه، وظرفين من الفانيليا. والقرفه يا جماعه هي بطل الوصفه بتاعتنا النهارده. وتقلبتين على النار وكده خلاص بقى القشطه بتاعتنا بقت جاهزه. هناخدها على طول ونحطها على الطبقه الاولى، وظبطي بقى شكل الصينيه بتاعتك وسيبيها في حراره المطبخ بالظبط ربع ساعه، وبعدين دخليها التلاجة كمان ساعه. هنجيب بقى الجزر اللي احنا كنا شيلناه في الاول، هنحط عليه معلقتين من جوز الهند، وحوالي 3 معالق كبار بسكوت مطحون او مكسرات مطحونه. انا كان عندي شويه مكسرات مطحونه سوداني على لوز حطيتهم، يعني براحتك، حابه تحطي بسكوت مطحون براحتك، حابه تحطي مكسرات براحتك. وهنشكلهم كور صغيره زي ما شفتوا بالشكل ده. الصينيه بتاعتنا بعد ساعه بالظبط خرجتها من التلاجة، وزعت على وش الصينيه معلقه كبيره من القرفه. الناس اللي ما بتحبش طعم القرفه تقدروا تستبدلوا القرفه هنا بالكاكاو، بس طبعا طعم القرفة بياخدها في حتة تانية خالص.